طب هي التغيرات الهرمونيه اللي في الفتره دي هي اللي بتبقى عامله الحبوب دي؟ طبعا اكيد. التغيرات الهرمونيه اصلا في حبوب بتطلع نتيجه التغيرات الهرمونيه. ممكن واحده ما جالهاش حبوب في حياتها خالص، وجت مثلا اضطرت انها بعد ما اتجوزت اضطرت ان هي تاخد بعض الادويه اللي فيها هرمونات عشان تعالج حاجه تانية. ممكن يطلع لها حبوب، وبالرغم انها حياتها كلها عايشه عمر ما طلع لها حبايه. بس دي حضرتك بيكون التعامل معاها عن طريق التنظيف المناسب للوش والمستمر، مرتين يوميا على الاقل بغسول يكون مناسب لطبيعه البشره. شرب الميه ده اساسي طبعا علشان تصريف اي انفكشنز او اي حاجه في الجسم. اذا سمح لها الدكتور بادويه او بحاجه مضادات للالتهاب، مضادات للعدوات، ممكن تاخد شويه بيلز، شويه اقراص بتساعد معاها. ممكن تضطر تحط شويه سيرمز او بعض الفيتامينات على بشرتها، لان دي طبعا بتعادل التاثير الهرموني، فبتخلي البشره ترجع تاني، الحبايه بتروح بدون ما تسيب اثر. هو اهم شيء عندنا حضرتك التارجت او الهدف الرئيسي بتاعنا في علاج اي حبايه في الدنيا انها تروح بدون ما تسيب اثر. لو اتبعنا السيستم ده في العلاج هتلاقي ما فيش بنت في وشها حبايه. انما حته ان هي نحاول انها نمنعها تطلع مش سهل. انما الصح ان احنا هنعمل الوسائل الوقائيه ونحاول نمنعها تطلع على قد ما نقدر، بس الهدف الرئيسي بتاعنا لازم يكون ان احنا نضيعها اول باول بدون ما تسيب اثار.